السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ياك كلشي بخير؟ اليوم ان شاء الله غنشارك معكم في الشباكيه على طريقتي سهله. كنحتاجو كيله ديال الجنجلان مطحون مزيان مغربل، 2 معالق ديال النافع، 2 معالق ديال حبه حلاوه، معلقه ديال القرفه، شويه ديال الملح، المسكه الحره، 2 بانيه ديال اللوز مطحون. هانتوما كيف كتشوفوا كنعبروا بهاد المعلقه باش عبرنا النافع وحبه حلاوه والقرفه. وعندي هنا 2 كيلو ديال الدقيق، هي مكيله ديال اللوز مطحون، شفتوه مطحون مزيان تطلق الزيت. وعندي هنا مسكه حره، واحد الكوزه وضامه ديال الزعفران. وكنخلطوا النواشف مزيان، من بعد كنزيدوا عليهم هاد السوائل. كنزيدوا 2 ديال الزيت النباتيه مخلطه مع زيت العود، و2 ديال الزبده مذوبه مزيان. من بعد كنخلطوا هاد السوائل مزيان، كنخلطوهم وكنبسبسوهم مزيان وكنخليهم يباتوا حتى نهار اخر. شفتوا من بعد ما خليناهم حتى الغد الاخر، خرجتهم انا مزيان في هاد الحكاكه، دوزتهم كامل غير في هادي. نتوما عندكم داك الغربال ديال البوصيار كدوزوه في الغربال. وهنا درت خماره حمراء وحده درتها على الخليط باش غنعجن، ولا نضيف خماره حمراء. هانتوما كتشوفوا هاد الكاس فيه كاس ديال الزعفران، قرعه ديال الماء زهر، كنديرو كامل ديك القرعه ديال الماء زهر في 2 كيلو ديال الدقيق. وانتم بغيتو ديروا غير نص الكميه نقصوا الكميه. هانتوما كتشوفوا من بعد ما عجناه مزيان وزدنا الكاس ديال الخل، كاس ونص ديال الخل اللي درت، وزدت 2 كيسان ديال الماء في 2 كيلو ديال الدقيق. المهم العجينه خصها تكون قاصحه مزيان باش تخرج لكم العجينه مشبكه ورطبه، كتخرج هشيشه. ودلكوها مزيان، من بعد قطعوها وديروها في بلاستيكه. احنا دابا كنقطعوها كويرات على حسب الحجم اللي بغيتو نتوما. غنقادهم كامل بحال هكا وغنديرهم في بلاستيك وغنخليهم يرتاح. غنخلي العجينه ديالنا ترتاح.
دابا من بعد ما خلينا العجينه ترتاح، قرصنا ورقناها مزيان، ورقتها انا غير بالدلاك، او ما غنقطعوها دابا ونشبكوها. نقطعو 1 2 3 4 والخامسة كنقطعو فيها. هانتوما 1 2 3 4 والخامسة كنقطعو فيها. احنا غنشبك معكم وحده.